السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب. حابة انزل لكم بسلسلة من الأكلات الخفيفة السهلة اللي نقدر نعملها في رمضان. النهاردة هعمل معاكم حلا سهل وبسيط جدا تقدري تعمليه قبل الفطار، تحلي بيه كده بعد الفطار. حلا جيلي بالفواكه من التحلية السهلة السريعة جدا، ما بتاخدش وقت، وفعلا من الحاجات اللي بيحبها كبير وصغير. حاجة كده ترطب على الواحد. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في حلة هنزل بلتر من الحليب، يعني 4 كوبايات من الحليب، ويفضل ان الحليب يكون كامل الدسم، بيكون الطعم غني اكتر. هنزل عليهم ب3 معالق كبيرة من النشا، 2 معلقة كبيرة من الدقيق. اضافة الدقيق بتخلي القوام كريمي جدا. بالنسبة للسكر حسب الرغبة، انا نزلت ب5 معالق تقريبا. هتقلبيهم على البارد كويس جدا، بعد كده هترفعيهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر. زي ما قلتلكوا لازم نقلب فيها تقليب مستمر علشان ما تلزقش مننا من تحت. واول ما القوام يتقل معاكي ويكون بالشكل ده هتقفلي عليهم النار. هتنزلي عليهم بمعلقه كبيره من الزبده، شويه من الفانيليا. ممكن تستبدلي الزبده بمعلقتين او 3 من القشطه. كده طبقه الكريمه بقت جاهزه معانا. هتبتدي توزعيها وهي سخنه في بولات بالشكل ده. لو حسيتي ان طبقه الكريمه بردت معاكي بسرعه، ممكن تضربيها بالهاند بلندر او في الخلاط، هترجع معاكي كريميه تاني. بعد ما نزلنا بالكميه كلها هتسيبيها لحد ما تبرد وتدخليها التلاجة لحد ما تتماسك تماما. في الوقت ده هنحضر الطبقة التانية. في بولة نزلت بكوباية من المية السخنة، عليهم ظرف جيلي بالمانجا أو أي طعم بتحبوه. هتقلبي الجيلي وتدوبيه كويس جدا في المية السخنة. بعد كده تنزلي بنص كوباية من المية الباردة، هتقلبيهم مع بعض كويس جدا وهتسيبيهم على جنب لحد ما يبرد تماما. بنفس الخطوات هعمل جيلي بالفراولة. نزلت بكوب مية سخنة عليه ظرف جيلي فراولة، هتقلبيهم كويس جدا. لازم تتأكدي ان الجيلي داب تماما قبل اضافة المية الباردة. هنسيب الجيلي لحد ما يبرد تماما، وفي الوقت ده لو عندك اي فاكهة متاحة في البيت هتقطعيها لقطع صغيرة بالشكل ده. انا قطعت فراولة، تفاح، موز. ممكن تضيفي نوع واحد بس من الفاكهة المتاح عندك استخدميه. في بولة هتقلبي الفواكه مع بعضها كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هتوزعيهم على طبقة الكريمة. بعد ما طبقة الكريمة بقت متماسكة جدا، التفاح والموز من الفواكه اللي ممكن تغمق معاكي وتسود لما بتقطعيها. فيفضل ان انت تقطعيها قبل ما تضيفي الجيلي على طول، يعني انت تقطعيها وتوزعيها وتضيفي الجيلي فوقيها على طول علشان ما تسودش معاكي. بتنزلي بطبقة الجيلي ولازم تتأكدي ان الجيلي بارد تماما علشان ما يسيحش طبقة الكريمة. هتدخليهم في التلاجة لحد ما طبقة الجيلي تتماسك تماما. وفي البولات دي انا هوزع فاكهة بس وجيلي فوقيها. حلا الجيلي من الحلويات اللي بيحبها الكبير والصغير، وبتكون لذيذة جدا في رمضان بعد الفطار. تاكلي حاجة كده باردة بترطب عليكي. وده شكل التحلية بعد ما سبتها في التلاجة تقريبا ساعتين. كان نفسي اسيبهم اكتر من كده، بس الاولاد كانوا رايحين جايين عايزين ياكلوهم. بجد حلا سهل ولذيذ، لازم تجربوه. حاجة كده خفيفة ما بتاخدش وقت في عمايلها خالص، ونتيجتها بجد لذيذة ورهيبة جدا. بنحبها كبير وصغير، فعلا بيحب التحلية دي. إذا عجبتكم الوصفة أتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.